يعني أنا صغيرة وأحاول يعني أتنقب، يعني ألبس النقاب. الله أكبر. أيضا يعني أذهب إلى المدرسة. ألاحظ يعني بعض الذين يعني أكبر مني لا يلبسوا، فيقولوا يعني ليش تلبسي النقاب وأنت صغيرة؟ ولكن أنا أخاف من الله عز وجل الله أن أكبر. يسألني يوم القيامة كيف يعني فرطت. أنا أعتبر جوهرة، يعني البنت هي جوهرة وتحمي نفسها من الرجال، لا ينظر إليها نكون نمشي في الشارع أو كذا. أنا أقول يعني البنت هي جوهرة، حتى لو كانت في سن صغيرة تتدرب إلى أن تتعود على النقاب. هل أنت تنصح الصغار يلبسوا؟ هاي فطرتك يا قلبي. أنت تخافين من الله وأنت صغيرة، سبحان الله، وفطرتك يعني هي التي جعلتك على هذا الأمر. فكيف بالنساء التي تخرج متبرجات؟ سبحان الله. أنت اليوم قد أحييت قلوبنا إلى الله، وأحييت قلوبنا لطاعة الله. أسأل الله أن يحفظك يا بنتي. أنا أسأل الله عز وجل أن يحفظ بنات المسلمين وأن يجعلهم ينتبهوا إلى هذا الأمر. يعني نحن البنات نكون فخر لديننا أول شيء، ولوالدينا الذين ربونا على أحسن تربية. وأنا أقول للناس الذين هنا أرجو منكم الدعاء لوالدي رحمه الله الذي علمني القرآن وعلمني كل شيء. يعني أنا يعني صح حزينة على فراق والدي، ولكن أقول ترك في قلبي حب الصلاة وحب القرآن الكريم. الله أكبر، الله أكبر. أنت شو سويتي في قلوبنا؟ أنت أحييت اليوم قلوبنا، وأنا والله العظيم. أدعي لكم يا شيخ لأني دائما يعني أتابعك دائما. أحييت قلوبنا يا بنتي، كتب الله أجرك ورفع الله قدرك. يا ريت فطرة النساء كفطرة هذه البنت الصغيرة، يا ريت فطرة النساء كفطرة هذه البنت الصغيرة التي أحيت اليوم قلوبنا. والله صغيرة يا أخواني في السن، لكن قلبها مع الله، تخاف من الله. فكيف نساءنا اليوم التي تخرج متبرجات كاسيات عاريات؟ أسأل الله أن يحيي قلبك كما أحييت قلوبنا بهذه الكلمات التي أثرت والله في قلوبنا. أسأل الله أن يحفظك يا رب. نريد أسمعكم تلاوة أبشر صغيرة. أبشر يا بنتي، تفضلي.